السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم لي مافن أو لي مادلين اللي كيجيونا زوينين بزاف، سهلين واقتصاديين وكيعجبوا الوليدات الصغار بزاف، خصوصا مع هذا الدخول المدرسي. كنحضروهم لهم الكوتي ديالهم، كيجيو أكثر من رائعين. هذا هو الشكل ديالهم بأشكال مختلفة من عجين واحد. بقاو معايا نشوفوا مقادير وطريقة التحضير. بقاو معايا حتى الأخير باش تنجح معكم الوصفة. في المكونات غادي نحتاج كاس ديال الزيت اللي يكون ما عامرش، كاس ديال السكر سنيدة، ونص كاس ديال الحليب دانون بنكهات الفاني، جوج ديال البيضات، ومعلقة كبيرة ديال الكونفيتور، اي كونفيتور عندكم. انا عندي ديال المشماش، حبيبات ديال الشكلاط، وعندي تقريبا جوج كيسانونس ديال الدقيق، مع جوج ساشي ديال الخميرة الحلويات وساشي ديال الفاني. في واحد الاناء غادي نوضع البيض، غادي نزيد ليه سكر سنيدة، ساشي ديال الفاني، وغادي نبدا نحرك المكونات مع بعضهم. في هذه المرحله هذه ضروري انني نخلط مزيان حتى ينسجموا ليا المكونات مع بعضهم ويتغير ليا اللون ديالو. ممكن انكم تضربوا بالضرب الكهربائي، غيعاونكم بزاف. انا استعملت غير الضرب اليدوي. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الخليط الاول ديالي. غادي نزيد كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، نخلط المكونات مع بعضهم، وغادي نزيد دانون بنكهات الفاني كيعطينا واحد المذاق وقوام زوين لهاد المادلين او المافن. غنحرك ومباشرة غادي نزيد المعلقة ديال المربى. صراحة هذا هو السر من اسرار المادلين، فاش كنزيدوا لها واحد المعلقة ديال الكونفيتور كتجينا فيها واحد الهشاشة ورطبة بزاف، وكتجي بحال اللي كتباع برا. بعد ما داب ليا داك المربى غادي نزيد الدقيق تدريجيا، وغادي نزيد الخمارات، يعني جوج خمارات. هاد المقادير اللي عطيتكم عطاتني تقريبا 21 ديال المادلين، 21 حبه. وانتوما الا بغيتو قل او اكثر ممكن تضاعفوا الكميه او تنقصوا منها. كيف ما قلت لكم المربى الا كان عندكم يعني كونفيتور ديال الفريز او اي نكهه، المهم انه يكون الكونفيتور في هذه الوصفه هذه. غادي نبدا نزيد في الدقيق وانا كنحرك غير بشويه. انا مسرعه معكم الفيديو، يعني نبدا نحرك بشويه باش ما يهبطش ليا الخليط اللي خدمت في الاول ديال البيض والسكر. تقريبا انا هذا الخليط هذا خدا ليا جوج كيسانونس ديال الدقيق. وانتم على حسب الكميه ديال، يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق، ممكن يكون دقيق نوعيه جيده كيشرب يعني مزيان، او ممكن يكون دقيق عادي. هذا هو القوام ديال الكيك ديالي. غادي نقسمو القسمين. بالنسبه للناس اللي باغيين يعني المادلين جوج اشكال، اللي باغي شكل واحد فممكن ما يقسموش. في البول الثاني غادي نزيد جوج ساشيات ديال الكاكاو، وغنزيد تقريبا واحد جوج معلقات ديال الحليب غير باش يخفف ليا الخليط شويه. كيف ما كتعرفوا فاش زدت الكاكاو تقل ليا الخليط. غادي نخلط مزيان حتى ينسجم ليا الكاكاو مع الخليط، ومباشره غادي نبدا نوضعو في لي مول ديالي. خديت هاد لي مول هادو اللي وضعت فيهم هاد الكيسات ديال المادلين. المهم كيبقاو يعني اختياريين اي نوع ديال الكيسات بغيتوهم. غادي نبدا نوضع بالمعلقه، ما نعمرش الكيسات، يعني يكونوا منصين باش نخليو لهم الفراغ فين يزيدوا يطلعوا. غنبقى هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه لهاد المادلين كنصحكم انكم تجربوهم. انا صراحه من نهار عرفت هاد الوصفه هادي نفعوني بزاف بزاف الكوتي ديال وليداتي المدرسه.
كيجيو رائعين. وبالنسبه للخليط الاخر فانا وضعته في الثلاجه. من الاحسن توضعوه في الثلاجه، يعني فاش كيكون الخليط بارد كيخليهم كيتفقعوا وتيتشققوا كيف ما غتشوفوا معايا في النهايه ديال الفيديو. وبالنسبه للفرن فانا سخنته على درجه الحراره ديال 180 درجه، نخليهم تيطيبوا ليا ونحس بهم كيتنفخوا. من بعد غادي نقص عليهم الحراره، هذا هو السر ديالهم، يعني غنقص عليهم الحراره تقريبا. انا يعني فرن كهربائي غادي نخليهم على 140. في الاول غنشعل عليهم 180 حتى يطلعوا ليا شويه، من بعد غنقص عليهم 140 وغنخليهم يطيبوا على خاطرهم. هذاك هو السر اللي كيخليهم كيتشققوا وكيتنفخوا ما كيخرجولناش على الكيسات. وفي الاخير غادي نزيد ليهم هاد الحبيبات ديال الشكلاط اللي كيبقاو اختياريين. المهم نتوما على حسب الوليدات كيبغيو لينا الشوكولا بزاف، كنحاولوا ننوعوا ليهم باش ياكلوا لينا اي حاجه. وبعد ما غادي نوضعهم يطيبوا غادي نوضع الخليط الثاني في الكيسات بحال شكل الخليط الاول، ما نعمروهمش بزاف. بالنسبه للخليط الثاني كيف ما كتشوفوا هو ثقيل شويه على الخليط الاول، فهكا بغيتو باش فاش نوضع دوك الحبيبات ديال الشكلاط ما يهبطوش ليا فاش يكونوا كيطيبوا، يبقاو طالعين الفوق. وتا هما غنطيبهم بنفس الطريقه، وبقاو معايا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وبالنسبه لي انا ضاعفت الخليط، وضعت خليط واحد اخر. بغيت انا الكميه ديال المادلين تجيني كثيره، فالمادلين الاخرانيه ما درتلهاش لا شوكولا لا والو، خليتها سامبل كيف ما تشوفوا معايا في الاخير. وهذا الشكل الاخير ديال المادلين اللي وضعتهم بلا شوكولا، يعني بلا حبيبات الشوكولا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. غنوريكم شكل بشكل. هذا الشكل الاول اللي جا سامبل، وشكل تاني اللي فيه الشوكولاته وحبيبات الشكلاط. وبالنسبه للشكل الثالث اللي جا فيه الحبيبات ديال الشكلاط، صراحه كيجيو اكثر من رائعين، منفوخين وهشاش. وندوزو نشوفوا الشكل ديالهم من الداخل كيف كيجي. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.